كبران تخطتلت مدبنا كما يحاديركم كما يوعلكم مساخم راديو دمص حرنا تهجرا وهدت كاب هاجر شودن إزي راديو دمص حرنا تهجرا وهدت كاب كتما بارتي لهاجر شودن إيو مدبنا مدبكم مدب دمص حرنا تهجرا وهدت كاب هاجر شودن أب FN 88 زركب كوينو كل جزء قدام أب FN 88 كاب ساعات حالك ساب ساعات كلت بخلت يوم علان قنقطات نازف الراديو إنه نجمر بمقصال كبران تخطتلت مدمنا باري لومي قدام 14 قنبت كلتشعن 16 عام تمرت فنجي ساعات حدد حرقة ريو إنه مدبنا بزختل كنجمر إنام مسنمن يلوم مدواتنا نمللايز أكل قدماي كم تلو بتسمنا وزينا كلنا يومكم أون أقداسي مدار استمالتيو رأس عنكس نايسل في ديمقراسي حزب إرترا هقدفن حزب إرتران فيت زبل أقداس رأستي اللوخناتات هاجرنان دنبتق أومن بتقلالو كما يلو زن صبارك خون إيو مسؤون كبران تخطتلت مدمنا راديوهم راديونا دمص حرنت زتفلاليو أقدست أمونات منشتات زتراغاغوتو ورن زينان كمون أقدست حتتاتن مسؤوم كأبهلاون سوراون زتسنوي مقرات درفتات زيماتات إنا مرسنا خنقرب لكم كنفتنينا بمقصال كبران تخطتلت مدبنا خم تلمد زلكم رئيتو حبريتا سناي سلامتا خمون هزبا وحبريتا مزلو حمسنا بنخبص حنقو فايلنا نقبلو بتوساخون دحري فنوانا قطتا كترخبنا مستدليو وي كمان امونغو كترخبنا مستدليو ناي ستوديونا قصر سلكي 031 26 عسرت تسعة خاوشت هاجر شودن كوز أيام زخون كا 004631 تسعة لكم كترخونا حنقو فايلنا نقبلو بتوسخي دحرين مدة مدبنا خا كله سددنا يو أب يوتيوب خون أب حرن دمص حرنت بونت جيميل آتيهم كتسمعون كتكاتاتلون وزلكم رئيتو اختبونا حنقو فايلنا نقبلو بمقصال كمت زحبرنا نايلوم معلتي نقرب لكم ننبب لكم صحيح قليتا بقنقة تقرينيا محمود اسماعيل كبقنقة عربينا سناي مكتتال
أرئيست زينا علت 14 قنبت كلتشحن 16 عامة مرت فرنجي. شودن منجستي شودن حدش حقن حتى عقبة أب علت إسران حدن سنة كلتشحن 16 أبايتو كدد مسألو إيو. እንደገና شودن تحت عدمة عقبة زحتة إرتراو من إساي بفتنة عمس تحت عدمة زخنة قال تخصيصو تفريدو. إرترا دحر 25 عامت إرترا ديساوت هاجر إيا يبهال الله. እንደገና إرترا كنتات سبعة مسألات نمجمجا من معزابنا بإرترا عدد زكادو سب سلطان ناي سويسرلاندن جرمنن أبيت مأسرتن وتهدروا معسكراتن كي بصحوا بهجدف تخلكلهم زولو قانو يوم. زينا بزرزر شودن منجست شودن حدش حقين حتى عقبة أبعلت 21 سنة 2016 ببايت هاجر شودن قدم مسألو مخانو تفليتو كم تقدمنا زحبرنا يوم منجست شودن دحر 24 حدار 2015 أب هاجر شودن زأتو بسنك بزحيس عقد سدتنياتن زهبوا زلو مخنياتاتن نمصنعن بزي كان بينهم زموز وتحت عدما قلعن كمون حصانات زلوم سدرا بيتاتن جزياوي نخلو جزياو مقمت اطرحكو هابم كمخانو ايو زبل نسخ قالي دحري 13 أوار حات مصنعتي نقالي يخا دحري 3 عامت تصنعو قوام منبري يوهاب يكاليو ايو زبل كتصيلو بمسرت حقوم سدرا بيتاوي مترناف زبل فقد انكلو نقلقل حتى عقبانا يقل هاجرات كم أبنت نايدك سوريا أي فكرينيو زبل زحقفة إيو بمنقص زقربو رئيتوتاتن منعو حيالة مبرهتات زلون كا بايت هاجر شودن علت 21 سنة كلتشحن 16 عامة مرت فرنجي كدمص المخانو أبزي حالفة سمون 18 بمرخب وزحن تهاجر بعلت حابيرو أبزي أزيو زسكف انتلو ناي لك عدمن مبقل هاجر نمرقاز كابتوم تررت مصنعتي زكايدو زلو خمخانوخا اتن معكينات دقيمن يقالحا شودن اسلوف إرتراوي يقريتا تحت عدمة إيه إلو أب شودن عقباز حاتة إرتراوي فتن عامت صوتاوي تخصيصو تفريدو مع كان زينا داي ميل أمناي 10 قنبت تحستو أقريبو زلو بصبصام مسرت اتودع 15 إيه إلو عقباز حاتته محتاتو مس كالايو أبتحت حانتي سدرابيت كله انكلو مستوسنة شمو عنداي إساق عنداي زتبه الإرتراوي أبال نتز تعقبلو سدرابيت زخونات قال 10 عامت قال صوتاو عامس ككايد فتينو تباهلو تخصيصو إتاسما زيت تقصص قال 10 عامس عدميا قال دك إساق انكلا إساق عنداي
ኣካላታ ብሓይሊ ክድህስስ ድሕሪ ምጅማሩ ዝተሰምዐ ቃንዛን ድሕሪ ምብርባራን እዩ ብዛዕባ ዘጋጠመ ፍጻሜ ንስድራ እውን ሓቢራ ትሕቲ ዕድመ እየ ኢሉ ዕቑባ ዝሓተተ ኤርትራዊ ስደተኛ ክትኣሊ ሓላፍነት ዝወሰደ ስድራ ቤት ኣብ ደቡባዊ ሽወደን ጥቓ ከተማ ማልሜ ኤስሎቭ ዝተባሃለ ቦታ ትርከብ እዩ ብኡ ንብኡ ከዓ ናብ ፖሊስ ድሕሪ ምሕባሮም ኢሳቅ ዓንዳይ ብፈተነ ፆታዊ ዓመስ ተኸሲሱ ቤት ፍርዲ ነቲ ጉዳይ ዘጻርዩ ኢሳቅ ዓንዳይ ንመንነቱ ይኹን ንዕድሚኡ ዝገልጽ ሰነድ መንገዲ ሊብያ ኣቢሉ ዝመፀሉ እዋን ስለ ዝነበረ ከም ዝጠፍኦ እኳ እንተሓበረ ብዛዕሉ ብዝሃቦ ቃል ምስክርነት ግና ዕድሚኡ ክሳብ 19 ከም ዝበፅሕ ተገምጊሙ ኣሎ ቤት ፍርዲ ነቲ ኩነታት ንምፅራይ ጥራሕ ንምፅራይ 500 ኤውሮ ነታ ግዳይ ክክሕስን 10 ሰዓታት ከዓ ናይ ተሃድሶ ሕክምና ክግበረሉን ከዓ ወሲኑ ኣሎ ኣብ ሃገራት ኤውሮጳ ዕቑባ ዝሓቱ ዘለዉ 10ታት ኣሽሓት ኤርትራውያን ብዙሓት ካብ ትሕቲ ዕድመ እኳ እንተኾኑ ብዝተፈላለየ ምክንያት ኣስማትን ዕድመን እናቀያየርካ ዕቑባ ምሕታት ግን ዝውቱር ብምዃኑ ይፍለጥ ኣሎ ምዝ ኣስዒቡ ክሕበር ዘሎ እንተሎ ከዓ ምእንቲ ቀዋሚ ፍቓድ ቀልጢፈ ክወሃብ ወይን ወለድኻ ንምምፃእ ምእንቲ ክጥዕም ብዘይ ዕድሜኻ ዕቑባ ክትሓትት ጥራሕ ገበን ተቐይሩ ዘይኮነ ንዓኻ እውን ቀዋሚ መጻኢ ህይወትካ ጥዕናኻ ብፍላይ 3 ዓመት እንተ ደኣ ኮይኑ እቲ ዘጉደልካዮ ንጥዕና ዓብይ ሓደጋ ኮይኑ ብዓብዩ ከዓ ናይ ክብርኻ ምሕሳር ጥራሕ ዘይኮነስ ክትጥንቀቐሉ ዝግባእ ኣገዳሲ እዩ ዝብል ምኽሪ ንልግስ እወ ኩነታት ሃገርናን ህዝብናን ዝሓልፎ ዘሎ ፀገማትን ኣብ ውሽጢ ስድራ ቤት ዝጋጠም ዘሎ ሕሰምን ተሪርን ዓሚቑን እኳ ይኹን ዋላ ዝገደደ ይኹን ደኣ እምበር ኩሉ ዝተረኣየካ መፍትሒ ክትረክብ እኳ ባህርያዊ እንተኾነ ግን ኣብዚ ሃገር ኤውሮጳ ብዝለዓለ ቴክኖሎጂ ዝማዕበሉ ስለ ዝኾኑ ዕድሜኻን መበቆልካን ንምፍላጥ ፀገም ከም ዘይብሉ ስለ ዝብል ኩልኻ ኤርትራዊ መንእሰይ ካብዚ ኩነታት እዚ ክትርሕቕ ደጊምና ንሕብር ኤርትራ ደሳዊት ሃገር እያ ተባሂሉ ንመጀመርታ ግዜ ኣብ ማዕከናት ዜና ተቃሊሑ ዘሎ ሓደ ቶማስ ሞይተሰን ዝተባህለ ነፃ ጋዜጠኛ ካብ 2006 ዓ.ም ጀሚሩ ክሳብ ሎሚ ዳርጋ 10 ዓመት ኣብ ኤርትራ ዝርከብ ዘሎ ነፃ ጋዜጠኛ ኤርትራ ደሳዊት ሃገር ምዃና እቲ ውልቀ መላኽ ስርዓት ህግደፍ ደፊሩ ክብሎ ዘይደፈረ ድሕሪ 28 ዓመታት ደስነት ክትምስርት ትቃለስ ዘላ ሃገር እዩ ኢሉ ብዕለት 11 ጉንበት 2016 ኣብቲ ብህግደፍ ዝውነን መራኸቢ ብዙሓን ተስፋ ኒውስ ዝበሃል ዝፍለጥ ተለጢፉ ይርከብ እቲ ጋዜጠኛ ኣብ መዓልታዊ ዝረኣዮን ዝሰምዖን ተመርኪሱ ኤርትራ ሓንቲ ካብተን 3 ደሳውያን ሃገራት ኣብ ዓለም እያ ይብል ቀፂሉ እቲ ጋዜጠኛ ሃብታም ኤርትራ ብዘይ ሃብታማት ኤርትራውያን ንምስራት እዩ ክብል ከማን እቲ መግለፂ እዩ ደምዲሙ መልእኽቱን ኣባህሉን እንታይ ይመስለና ህዝቢ ዶ ኣይኮነን ሃገር ኤርትራ ዘብላ ድኻ ህዝቢ ሃብታም ሃገር ክፈጥር ይክእል እዩ ጉዳም ህግደፍ ቅድሚ ገለ ዓመታት ብመላኽ ስርዓት ህግደፍ መራሒኦም ኣብ ገለ መደረ ዝበሎ ድኻ መንግስቲ ሃብታም ሰልፊ ከም ዝበለና ንዝክር ዶ እዚ ከዓ ልክዕ እዚ ጋዜጠኛ ዝብሎ ዘሎ ልክዕ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ከም ኤርትራውያን ንመጀመርታ ግዜ ደሳዊት ሃገር ኣብ ዓለም ሳልሰይቲ ከም ዘላ ኣብ ገዛና ከለና ከይፈለጥና እንሆ ዓለም ክዛረበሉ ይጅምር ምዃኑ እኳ እቲ ንጹር ምምሕዳር ናይቲ ስርዓት ህዝቢ ኤርትራ ዘምልኾ ንብረት የብሉ ዘምልኾ ደቁ የብሉ ዘምልኾ ዋንነት የብሉ ኩሉ እቲ ሰልፊ ሃብታም ሰልፊ ዝብሎ ባዕሉ እቲ መላኽ ስርዓት እዩ ዝኸይድ ዘሎ ሃገርና ስለዚ ምብርባር ናህና እዋኑ ኣኺሉ እዩ ንብል እንደገና ኤርትራ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ንምግምጋምን ንምጽናዕን ኣብ ኤርትራ ዑደት ተካየዱ ሰበስልጣን ስዊዘርላንድን ጀርመንን
أبأت مأسرتن وتهدراو معسكراتن كيبصحو بهجدف تخلكلهم منجست إيرترا معربيان دبلوماسيات زاتو هاجراوي أقولقلوت نب 18 أوارح كنورو داينا زبل مبصع 5 تجبره أب عدت زكايرو سبسلطان منجستي سويسرلاند نقيفمو كنتا سباو مسالات أب إيرترا يمحاش مهلاون زي محلاش مهلاون زراقز مرتعو كم زي اللون بنتصور تغيسمو اللو بمسرت أبزاب سويس إنفو منستر سدتنياتات ماريو كاتيكر نغازيتنياتات هاجر أبزهابو حبريتا منجستي إيرترا نهاجراو أقولقلتنا ب18 أوارح كوردو مخانو نمعرباويان دبلوماسيات زاتو مبصعات اللي مطرح زي كونس كنتات سبعو مسالات محياس دوستو تبقسوتات كم زي اللي أسميرولو إت منستر أما قلوز يتوساخي أبزحالو ورحي مقابيت كلتا سويسرلانداويان حدا جرماناون زد تقالل قجلة سبسلطان منجستي سويسرلاندن جرمانن ناب إيرترا كلتا غنى عدد كم زي قبرو عرقاقيسو انتو خنقن منجستي إيرترا كنتات سبعو مسالات مقمقام ناب عدد إيرترا عدد زد كايدو سبسلطان سويسرلاندن جرمانن ناب أبيته مأسرتي وتهدراو معسكران كيبس خمز خلكله منستر غاتينكر أفليتو እቶም ልኡኻት ኣብዚ ክልቲኡ ሰሙን ዝጸንሕሉ ናብ ኤርትራ ዕደቶም ኣብ ከተማ እናተዘዋሩ ብኣብያተ ትምህርቲ ጥራሕ እዮም ተዓዚቦም ብብዝሒ ኤርትራውያን ስደተኛታት እተመሓደር ዘላ ስዊዘርላንድ ብዛዕባ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ናይ ግዜ ገደብ ዘይብሉ ጉዱድ ወተሃደራዊ ዕስክርናን ካልእ ኤርትራውያን ናብ ስደት ዝደፍኦም ዘሎ ኩነታት ንምግምጋም ልኡኻታ ናብ ኤርትራ ዝስደዳ ምኽንያት እዩ أقدم أون منجستي زي وكل كاب يمناويان سلفتات ناي هاجر سويسرلاند 4 أبالات برلمانات هاجر قنصل إيرترا بزقبر اللهم عدمين أب إيرترا عدت مكيات أب إيرترا زجانن سجم يلنز بالسبز أمرهم بتري ملو ميديان حزبش هاجر سويسرلاندن كم زنقفهم أيرسعن لومي أب سويسرلاند أستات 28 تنشح إيرتراويان زنورلو انكلو مبزحتهم أب زحالفة 4 عمد بوليتيك عوا بمحتات ناب هاجر زاتو إيام إذا ترح زي يكون بقصالي غازيتنيا ناي فرنسا عم مدبر زينا ناي سرعة هجدف عب قردت باصعن زبصحو حقنيا هلوات رئيتو معلتا مسز بيد زاربون زريون زنبره سلي زمسكر كم اون حدا إيطالياوي قدم اب إيطاليا زنبره يو بس درابيتو عبيلو ناب إيطاليا قشت ناي إيرترا بزبل عب حدا كليب ناي فيديو عب فيسبوك سديدو زلو اتحقنيا رئيتون كاب قلعود كاب عبيتي زرهم حقنيا هلواتن حسم حزب إيرتران زحبر علو عبزي رينا سلازي كبران تخطاتلت مدبنا كنتات هاجرنا حزبنان كمزي يمثل نحنا خم دليت فتحخي نحنا قدي انتاي نزبل عبزي عبي حتو عب كدمينا تغتيرو سلو زلو كما يخون زبل اسكي يماني باريا انتاي قبل عب سماي زلو دبنا زبل حنتي زي ما قربوا لكم
وتستمع غيره نقاط غيره سمعي غرره حربي توغله كنت مدرسة معي يعود دخون يحفز سرناي بنت نقوله محكمة بركي سماي تشفينه بقمة سعكي يهار دخون مريد تنكي حدن بركي بنت نقوله محكمة بركي سماي تشفينه بقمة سعكي يهار دخون مريد تنكي حدن بركي أبسم يذلو دمنا هار بيوت عدنا بلغوا بتفاح بري أحد تحقق أبسم يذلو دمنا هار دخول عدنا بلغوا بتفاح بري أحد تحقق فين حملنا حافي أوارخ كرمتي فين حملنا حافي أوارخ كرمتي كفو حرثاي كفو قدراتي مرتنا تقلل وبكار وحفي يهرب لهم صوري ما يفتي أبخرانك بركي ولا قول لا مدري أبخرانك بركي ولا قول لا مدري أبلع لي غلايات ما يتغير بحري أنت تنتي ذلو بمنا السماي يهرب لهم نحفز سرناي بنت نقودا محكمة بركي سماي تشفينو بقمة سعكي يهار الدخل مريد تنكي حدن بركي بنت نقودا محكمة بركي سماي تشفينو بقمة سعكي يهار الدخل مريد تنكي حدن بركي نهوششات بركات رمتي مرتنا خحرت تحفظ ذراتي سناي لمن كوني سوري ما يفتي نهوششات بركات رمتي مرتنا خحرت تحفظ ذراتي سناي لمن كوني سوري ما يفتي نهول منا سميتا أكيدو ملكت عذنب كيف كيف تانديبو سناي من كوني عاودنا تقاريبو كم تناي تمالي كم تناي عنتبو مرتنا خحرت حزبنا خصبو سناي من كوني عاودنا نركبو
كبران تخاتلت مدبنا مباري نبسير يمان يقول الناس اني يحرم دخون اب تعدنا كنملس اب غزاوتنا سناي زمن دخون كوينو صروي ماي كنستي كم اون يحرم دخون حرستاينا سرناي كحفس نحفس دخون سرناي زبل وزتي إذا كله قبل على هاجرنا دنسأل زلوا سجمات شجرات إذا سرعت سمام إذن هي بوزلوا يوز مني ترى أيوان يريا معنا مالتي سرزي كبران تخططت مدبنا بعري ناي حجي رأس عنكس كان ببنا ناي سلفي ديمقراطي حزب إرترا هجدفن حزب إرتران فيت نفيت زبل كم نويك زي جميرو أب إرتراويان الزاربتي أبزلو بوليتيكا وزعباتات حادة زمدنا حزب إرتران من محدار هجدفن زملكت إيو هجدفها بإرترا وددر عجيتو كم دلاي عند رسل زلو نتزم دنو مس حزب إرترا بحكم زبلو غيرو انت غلطو نغزيو أبقدمي صن سب يلن كم أصلا زخونا إيو دما كي حنخي نسو نحنا خا نسو النابلة زي تشرح زي حجيج انزلو حزب إرترا جنا ناي لبو كي زارب لسانو أبستلوغ مالو السلوزلو أي كونن دو كم وجل هكدف كحجج إتي كون حق مزرابون عدل أي رخبا كم تلبامات زبلوو جزي حيال فراداي إيو كم أصلو زخونا خا أنه دحر عسران حموشتن ناينا سنت عمتات كلو ناي هكدف متالي لقلبات تغنطيتو حق أنيا زمدنا هكدفن هزبن بعلو كزارب أبزغلو للدرجة بسيحو ألو اتزمدنا ناي تشاقوانن ناي أسارن تأسارن ناي قتالن تقتالن وزت بمخانو كلل إلو مسيو زمدنا دما خم تقدف زبلو ناي كلو نحنا خا نسو زي كونس فيت نفيت تفاتيتو أكالات زت تفاتيتو أكالات مخانوم تنتصيرو ألو إذا كلت أكلات هجدفن حزب إرتران تنتصيلهم زنور أكلات زي كونوس أب حزب إرتران نناتهم صلوا عن بطان زلهم إيوم من مسمن إلكاق تحت إنكلنا دما إتناي مجمر تناي ناس إنت عمتات بزح حزب كاب حزب إرتران دقاف هجدف نيرو ترح زي كونوس هجدف زحازو من قدي كم تكأتا زي بلقنع الرأي إيو نيرو قعزو هجدف نابجقنا وسع أمبر نابرهوا ديمقراطي زمرح سلا زي كونه جينا كله نخلفو مبال نوري كم زنبري من باروخ زرسع يكونن لو مجنا نايجوج له هدف بدل اندا خلو جزا معصو تسيرو سلا زاتوي بانصارو نيجوج له هدف نغا نوري كاب زخونو لدرجه بصحنا علنا ابزي درجه زمصح امصاي ترفرنا قالسين معوات اقداس سقمت نقدميت كا ايو إذا تبصحي زلو درجة جوجيلة فتيو زهابو هياب زي كونس وصيت نايتوم شعوب وحدات زنور تقاومتي حبوق بحريات هقدف مسقالعو كم زبزحو أمينوم كل أمينوم نايزو صدو قالسن زفتنو وغان وصيت كا إيو سلازي لومي كونتات تقلبيت ودقفت هقدف التحساسبات هسعيروم قصروم وحد أبزحفرلو دبصح اللنا مجزات هقدف زقاومو إرتراويان أبتي حزبي إرترا زبزح أب حزبي إرترا زبزح بمخانهم كم تقدم استتقصي حدث قمت نقدميت إيو إلنا علنا حجي تقند علامة نزي ببزح تقاومو ناب عينتاو لوطي عقمنا يمم عبالو كبيد عمام أبكدمين علو نزع عمام زي كبيد أبزقورو مخنياتات حادة قجل هكدف قدم قدادم نتتفت إرزولو ناي حايل ميزان مقيار عد زي وعلم مخانو إيو دروكوانو تنبسونكو عدوم قديفهم زتوسدو تسدو من سيات اندغنا نابز خدو الناس عبي ناي تعسا قطعي بزبل قنقنيا مسعرو من مقيرو من يفتن الله كم تتصبيتو كا انت زي كونه اتمو صادي وغن ولا حدا اي حزلن كبل اي كالن ايو وحدات دق لبي غره لبا اي سانون ايوم نحنا ناي لوط حيلتات نزه قدف كم حدش زرغخو زلو كفافالي ناي مثلال مربب كنمكنو يقبأنا اتتنقلون زمكنن اوشتنا بعلنا ان كايدو سرحة راح زي كوني امنا هيقدف دخمت ودقتك عنقلت راح كنصبا ايقبأنا ابانا كنصرحهم زقبأنا عمات بزحات ايوم اتقندنتي اب ايدنا زلو زبتاتن عقمي
أحبيرك أنصار جوجل خنوافرو إن خلك زي علامة زي كبيت مثلا مصوارن بينها كل وقت كم زي كألم بمتأمان راح إيو زعو بحبار راح إيو زعوات إذا عمام زك تزارو قليل مثل أباي تاخد تجبرو جنا كبيدن كساب حج حلالي خحيز النازلون إيو أبزي مسرح زي حدش نبارن جبهة نبر شعبيها نبر ترير طعامي لمو طعامي ناتبهالنا نايجهدف سيساي كين خون متنقع كدلينا إيو انتهز بإرترا بزعبا زمدنو مسجوجلي عمان أكل كي تصبي قبل اليوز في الصمزر بدلات أن دعدي تردي وإيو هكذا دقي مبعلو أما أكل أسمرا دكرة شنو مسبيز حزب إرترا زلو زمدنا بقوة عيني أب مرأي حليفو نسو نحنا خا نسو زبل أشكع لال زي حب قالو عدل أيكلون إيو كبران تخاتلت مدبنا مباري زي كنسمع صنحنا أقلاسي أرستي اتمعدون عنان خلونا دليت فتيمو هي قبلبنا نسمره كم زغط إلنا مبار مس أتو برهان سجيت كي انتاي ولو ناسكي نسمع عدي جبالو عدي جبالو عدي جبالو عدي جبالو بعدنا يمز سلمو بعدنا يمز هدمو موكيا علاوي نتانت ناي أفريقيا فوقيا نبكل من قصة حندر تنسيا زنزيبر موزمبك حاجري كينيا عدي جيغانو عدي جيغانو عدي جيغانو بعد من يمز تلمو ندبر بابورات بحري إريتريا مقاديشو ترب حجر صوماليا نايكدم لي مادا شرح الديمقراطية أملاك قلبي سوا ناينت عنت مويا عدي جيغانو عدي جيغانو عدي جيغانو بعد من يمز سلمو بمسنقع الزرا داوي الزنبيا يا رب زمير الله بهالليلويا كم حليب كم محار الجز فيا كم حليب كم محار الجز فيا كم جنة السماي كله زبن ليا عدي إريتريا شامي
منسي عين ختمة منسي عين ختمة منسي عين ختمة كمن بالسبع القرمي ويوم زحاسوا ويوم زوكروا مسحهم بالعوم انت اخي تدروا نحنا نقبلنا يوم حي قبرنا نقالوا سبعي بسبعي دوم حوو يمو حسوا انت اخي نقول لي بسروا بالله حسوا ملح وما منسوا بسماي كي تغسسوا ملح وما منسوا بيد الله كي تغسسوا عدي جبالو عدي جبالو بعل من يمزهلمو بعل من يمزهلمو كبران تخطتلت مدبنا مباري حجي عب مززام ناي مدبنا بعنقوة تقرينيا نأتل لنا أتو برهان ساقيت كا ستيل إزي نيحزي زحبوزي إزي توفاينت إزي زي برس عب نفسك في إرترا ودم سلازلو خاني هاقرنا دك أوليدا سلازلا اتخذ بهالزو عليه ون كنسعر خم خنا عين بل سلازي نايلو من ناي تقرينيا مدبنا أبزازي بنالنا كساب زمت قدام بحدش مدب إن الرخاب حجي أبناء عرب مدبنا كن أتو هنا سيداتي سادتي مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنتم مع إذاعة صوت الحرية. إذاعة صوت الحرية تبث برامجها من السويد على الإف إم 88. كما يمكنكم التواصل معنا عبر الجيميل وعبر تلفوناتنا وأيضا عبر الفيسبوك واليوتيوب. اليوم 14 من مايو 2016، ونبدأ برامجنا من الساعة 1 ظهرا إلى 2. أما الآن سأنتقل بكم إلى استوديو الأخبار. نستهل أخبارنا من السويد. تأجيل العمل بقانون الإقامة المؤقتة للاجئين في السويد. في وقت سابق أعلنت السويد أنها ستمنح اللاجئين المتواجدين على أرضها الإقامة المؤقتة بدلا من الإقامة الدائمة السويدية، وذلك رغبة من الحكومة السويدية في تخفيف وصرف نظر اللاجئين عن التوجه للسويد، خصوصا بعد العداد الكبير التي
وصلت إلى الأراضي السويدية في الأعوام الأخيرة، خصوصا بعد زيارة أعداد اللاجئين في السويد في 2015 بدرجة كبيرة، مما أجبر الحكومة السويدية على التصريح بأن السويد لن تستطيع استقبال المزيد من اللاجئين على أراضيها. تأجيل العمل بقانون الإقامة المؤقتة للاجئين في السويد صرح به أمس وزير العدل والهجرة في مملكة السويد مورغان بسبب تأخر مناقشة القانون وعدم طرحه حتى الآن للمصادقة عليه حتى الآن. تأجيل العمل بقانون الإقامة المؤقتة. الوزير مورغان يوهانسون قال أن القانون سيتأخر إصداره حتى الشهر السادس من العام 2016، وتحديدا يوم 21 يونيو من العام 2016، ومن ثم سيتم طرح مشروع القانون أمام البرلمان السويدي للتصويت عليه من قبل أعضاء البرلمان. مشروع القانون يتأخر كثيرا طبقا للموعد المحدد له، خصوصا وأن الموعد الذي كان محددا للانتهاء من مناقشته القانون كان في تاريخ 31 مايو. أما في صعيد إريتريا، اعتقال 4 من قدام ضباط جهاز الاستخبارات. اعتقلت الأجهزة الأمنية القمعية للنظام الاستبدادي في 23 من شهر إبريل الماضي 4 ضباط من قدام جهاز الاستخبارات بعد أن ظلوا قيد ما يسمى. علمت مصادرنا أن الضباط الأربعة الذين اعتقلوا بأوامر مباشرة من الفريق فيليبوس ولد يوهانس هم الرائد كيداني والدفنجي والعريف أمن معشو حدوغو والرائد أمن محرة أسفها التي كانت تخدم في قسم التوثيق بجهاز الاستخبارات المعروف بزيرو حموشة المقدم سميرة كيداني عضو الاستخبارات في القطاع العسكري الغربي. وغسيق الضباط الأربعة إلى فروع جهاز الأمن والاستخبارات في بيت قرقيس بالعاصمة أسمرة بحجة حضور اجتماع هام. ومن إلى ذلك أفادت مصادرنا إلا أن الأجهزة الأمنية قامت في نفس اليوم هناك تم ترحيلهم إلى مكان مجهول باعتقال ملازم أمن يوهانس تولد برهان من قسم المتابعة والاتصال بجبل حامد. أمن الحدود في اجتماع على المستوى بين سوبيا وجيبوتي. أفادت مصادر دبلوماسية علمية بأن وزير الدفاع الأثيوبي سراج فقيسة ورئيس هيئة الأركان العامة للجيش الأثيوبي اللواء سامورا يونس عقدا اجتماع رفيع المستوى مع وزير الدفاع الجيبوتي حسن درار ورئيس هيئة الأركان العامة للجيش الجيبوتي اللواء زكريا الشيخ إبراهيم مع وفدين عسكريين مختصين. وتناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين لحماية الحدود المشتركة بين البلدين. وعقد الاجتماع في جيبوتي في 28 من شهر أبريل الماضي، ولكن وسائل الإعلام أكد المصدر الدبلوماسي بأن الطرفين وقعا على اتفاقية البلدين تكتمت على الاجتماع رفيع المستوى مشتركة يقوم بموجبها خبراء عسكريين من الجانبين بعقد اجتماعات دورية لمناقشة أوضاع الحدود، ويأتي هذا وتعزيز إجراءات الحماية وتكثيف الأمن والتصدي لأي محاولات اختراق للحدود بين البلدين الجانبين، في ظل تخوفات في العاصمة أسمر من احتمال قيام الأثيوبية بشن هجوم مباغت خلال فترة الصيف الجاري، حسب ما يقول بذلك مسؤولون رسميون في العاصمة أسمرة. أبراهام سياس وزوج عمته يحكمان السيطرة على السياحة في البلاد. سيطر يوئيل قد بالشراكة مع إبراهام سياس نجل الرئيس على أهم مفاصل قطاع السياحة. وتفيد مصادر حسنة الإطلاع في العاصمة أسمرة أن يوئيل زوج أريام أفورقي في إريتريا شقيقة السياسة الصغرى ويحمل الجنسية السويدية، يقيم في أسمرة بشكل دائم ويشغل قرقسم بالشراكة منصب المدير التنفيذي للمناطق السياحية في مصوع، وتحديدا فندق مع إبراهام سياسة أفورقي 31 عاما، كما يملك استوديو أدماس للتسجيل الفني، كما أنه المحكم الرئيسي في برنامج شنغروا برنامج للمواهب الغنائية. يذكر أن يوئيل ملحن موزع موسيقى ومغني سابق. الملفت هنا أن الدكتور الراحل والدفكارو كان صاحب امتياز إدارة فندق قرقسم سابقا وفقا لمناقصة معلنة، إلا أنه تم سحب الامتياز منه بطريقة غير قانونية هذا. وتحدث مجلس الحزب الحاكم عن تورط عني نتيجة إعلان معارضته للنظام لعائلة وأقارب الرئيس في الفساد المالي، وخاصة إبراهام الذي يحمل رتبة عسكرية في جيش الدفاع الإريتري، وقد سبق أن تم تكليفه بمهمة مراجعة ملفات المخالفات المالية للشركات التابعة للقطاع العسكري.
ما في خبر آخر، السلطات الأمنية تعتقل 18 من حملة الجوازات الأجنبية، وتخل منجوسي استولى على مزرعة مواطن. اعتقلت السلطات الأمنية القمعية بتاريخ 26 من أبريل المنصرم 18 شابا قدموا من أنحاء مختلفة من العالم، وقد عبر أهالي المعتقلين منذ الاثنين عبر السودان إلى نقطة العبور 14، ولا يعرف حتى الآن أسباب اعتقالهم الماضي عن وغضبهم وقلقهم الشديد من اعتقال أبنائهم، وطالبوا السفارات بتقديم التوضيحات اللازمة حول أسباب الاعتقال، إلا أن بعثات النظام في مختلف الدول لم تستطع تقديم أي أسباب، حيث اكتفت بالقول بأنها ستعمل على معرفة حيثيات الاعتقال والاتصال بالجهات الرسمية في الداخل. وذكرت مصادر إذاعة صوت حرنة المنتدى من مدينة سيناء إن عملية اعتقال أولئك الشباب تمت في وضح النهار من موقف الحافلات الكائن بوسط المدينة ومن الفنادق التي كانوا يقيمون فيها. وأوضحت أن المعتقلين استوفر كل الشروط القانونية التي حددتها السلطات الاستبدادية من خلال دفعهم ضريبة 2%. وفي خبر ذي صلة قامت الأجهزة المائية وحصولهم على وثائق ثبوتية إضافية من بعثات النظام في الدول التي يقيمون فيها القمعية للنظام باعتقال شابين في مطار أسمر الدولي بعد قدومهما من إسرائيل، ولا تعرف أسباب اعتقالهم على الرغم من محاولة زويهم الذين كانوا في انتظارهم في مطار أسمر لمعرفة السبب الاعتقال فيما بعد ما كان تواجدهم، إلا أنهم لم. وكانت البعثات الدبلوماسية للنظام تعمل على إقراء المواطنين المقيمين يجدوا الإجابات الشافية لتساؤلاتهم واستفساراتهم خارج البلاد، خاصة الشباب منهم بالدخول إلى إريتريا بتقديمهما لوعود أثبتت عملية الاعتقال المذكورتين إنها وعود كاذبة. وفي هذا السياق كانت إذاعة حرنت قد حذرت في برامجها السابقة المواطنين المقيمين في المهجر بعدم الانخداع بحيل هذه البعثات لذلك من عواقب جد خطيرة على حياتهم وعلى زويهم. واليوم أيضا نطالب كل المواطنين من توخي من جهة أخرى كشفت الإذاعة عن استيلاء الجنرال تخلي الحذر وعدم الانخداع بالمغريات التي تتقدم بها هذه البعثات على إحدى المزارع الواقعة على جنبات الطريق التي يربط بين بلدة ألبو ومدينة سيناء، وذلك بالقرب من بلدة عد عمر. وعلمت مصادرنا من القاش بركة إن المزرعة التي تنتج مختلف وعود ملكية المزرعة للمستثمرين يدعى إبراهام والمستثمري الخضروات والبقولات تم الاستيلاء عليها من قبل الجنرال منجوس منذ يناير الماضي، وذلك عبر تمكين وحدات عسكرية بالإقامة في المزرعة، ومن ثم إجبار المستثمر على قبول إحدى السرايا التابعة لحرس الحدود في المزرعة، ومن ثم إرقامه على دفع نصف العوائد الحصار كأجور للمجندين تدخل كلها إلى خزينة الجنرال. عملية احتيال مماثلة من قبل مختلف القادة العسكرية بدءا من قادة السرايا ووصول إلى أرفع الرتب العسكرية، من ضمنهم بطبيعة الحال الجنرال منجوس الذي يشارك 5 من أكبر المستثمرين الزراعيين في مشاريعهم الزراعية، فضلا عن امتلاكه لمزرعة تربية المواشي في منطقة أدرست. ولدينا خبر آخر عن الموت يقيب إحدى رموز الصمود في السجون الأسبية. الحمد لله القائل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وانتقل من دنيانا الفاني إلى الدار الباقية عمل المناضل الجسور عثمان الحاج حسن حيدر مساء يوم الاثنين في 9 مايو 2016 في مدينة جدة في عقد السبعينات من عمره، بعد حياة مليئة بالنضال ومواقف جريئة ونشاط حميم من أجل الوطن منذ نعومه أظافره كعادة جيل الرعيل الأول الذي كان يسترخص كل أنواع التضحية في سبيل الوطن. فقيدنا التحق بالعمل الوطني أثناء دراسته في أسمرة، والعمل ما زال في مراحل السرية، وهذا السبق المبكر في النضال كان له ما بعده في حياته هو الصبر وتحمل مشاق التعذيب في السجون الأسبية، ما جعله محل فخر واعتزاز من رفاقه لثباته الشامخ أثناء التحقيقات بالرغم من أنواع التنكيل وشدته. وكان فقيدنا من أكثر الحرارة الذين كانوا نزلاء السجون لأكثر الوقت بين أسمرة وعبد خالة، حتى إنه تم إعدام بعض رفاقه أمامه، وهو قضى فيها من الوقت أكثر مما قضاه في وظيفته المرموقة في إحدى الشركات الأجنبية في مدينة عصب التي كان يحبها. ثم يسر الله له الخروج للحاج وواصل نضاله في الخارج، وكان أحد القيادات الرئيسية لحركة التصحيح
بقيادة القائد الشهيد سعيد حسين، حتى إنه استثار الشاعر الوطني الكبير أمن الحاج صالح ندوغو بأبيات من الشعر بالساوة عن تلك الحادثة، مما دفع عمنا ندوغو أن يقول في أولئك الأخيار من شهداء الوطن قصيدة طويلة سطرها التاريخ ضمن قصائده التي ألهبت مشاعر الأحرار إبان حرب التحرير. وهكذا يرحل عنا ويدفن عمنا عثمان خارج وطنه الذي ضحى من أجله كغيره من الرموز الذي سبقوه. فمتى يا ترى تغر أعين رموزنا بالعودة إلى وطنهم ويكرموا في أحياء وأموات. اللهم ارحم الله عمنا عثمان وأجزل له الأجر والمثوبة وادخل الفردوس الأعلى من الجنة وبارك لنا في عقبته. ونقدم تعازينا لشعبنا ولرفاق نضاله ورفيقه دربة الصابر المحتسبة دائما عما أم صالح وأبنائه الكرام وكل من عائلة الحيدر. إن فرح في داخل الوطن وخارج الله وإنا إليه راجعون. مقالنا عن استغلالنا الثمن والثمرة. الحديث عن حدث الاستغلال وبطولاته ونضالاته وتضحياته حديث لا يتجدد فقط من ذكرى يوبيلية إلى أخرى، بل هو حديث اليوم والليلة والساعة. فقد دفع الشعب الإريتري ثمن استغلاله من خالص دمائه وأشلائه حتى استحق اعتراف العالم بضرورة قطف هذا الشعب ثمر نضاله دولة حرة مستقلة ذات سيادة. ولكن بالمقارنة بين حال الشعب والبلاد اليوم، ما دفعه هذا الشعب مهرا لعيون الحرية، تعتري الواحد منا حالة من القبن وخيبة الأمل تجاه ما تحقق من استغلال مقارنة بما كنا نحلم به. إن أغصان الزيتون التي تتمايل كلما رفرف العلم لم تعد تعطي ثمارا مهما هززناها. إن كل زرع أو عمل بلا ثمرة لا يبعث في النفس سرورا ولا بهجة. وعندما ترون ببصرك إلى المستقبل، تضرر إلى التدقيق في البحث عن النتائج والثمار وليس تعديد بطولات ومآثر الماضي فقط، كما تفعل وسائل إعلام الهكدة في كل مناسبة من هذه المناسبات. بالطبع الكل شارك في صناعة الاستقلال، لذلك لا أحد يتمنى للاستقلال مكروها، لكن يظل التساؤل عن نتائج ما قدمنا من مهر قال ونفيس قائما. ذلك إن العبرة بالنتائج، فمهما كانت البدايات مبشرة والمسيرة ظافرة ورزينة، لا بد من أن تكون النتائج مكافأة للعطاء.
لكن للأسف من ناحية المقارنة بين البداية الجميلة والنهاية الأليمة لم تكن السنوات 25 للاستقلال بأقل مرارا من سنوات الاحتلال الأجنبي العجاف. إن استبدال تقديم الثمار بالعرض المجاني الممجوج لبطولات الماضي لم يزد الناس إلا بعدا من النظام وكراهية له وإلحاحا في التساؤل عن النتائج والثمار. لكن من أين للنظام المفلس أن يرد على تلك التساؤلات الملحة والدمع المدرار؟ كلما تناسي النظام الرد وتجاهله فإن الزمن كفيل بفرض الإجابة الممكنة والصحيحة. لا شك سيظل الاستقلال ناقصا ما لم تصحبه الحرية والديمقراطية والمساواة والأمن والاستقرار. لكن كل من يقول بذلك ويرى في الهدف العائق الحائل أمام استكمال الاستقلال فنصيبه الوصف بالعمالة والارتزاق. استطاع الهدف الاستفادة من بريق الاستقلال الخلاب لبعض الوقت وأصبح ذا مكانة في المحافل السياسية المحلية والدولية، لكن بمرور الزمن وتطاول السنوات على برنامجه الانفرادي الأجوف انحسر عنه الرداء وبان على حقيقته، فلم يعقب الاستقلال حرية ولا ديمقراطية ولا تنمية ولا شيء يدل على الاستقلال الحقيقي. واليوم هو يتجهز لإحياء اليوبيل الفضل للاستقلال، لن يكون لديه ما يقدمه لتجديد جلده أو فعله أو مقاله، سواء يملأ الأرض ضجيجا بطبوله والرقص على إيقاع مآثر الماضي. ها نحن قد رأينا سيرة ومسيرة الهدف بعد الاستقلال بدرجة كافية جدا لإقناعنا بأن نقول بملء الفم إنه ليس له من جديد بيقدمه. إنه وصل سن اليأس ويأس الجميع من دواء يعالج عقمه أو يغير دمه الفاسد. وما دمنا نحن دعا الديمقراطية والتغيير قد وصلنا إلى هذه القناعة، فما الذي ينتظرنا أو ننتظره؟ يجب أن نجيب على هذا السؤال بنضالنا وجهدنا الدؤوب، وليس بانتظار الآمال الكاذبة بأن يجري الهدف تغييرا في الشكل أو المضمون. لقد انتهى عصر شتم الهدف ولعنة وسبه، كما انتهى كل عشم في انتظار جديد منه. والهدف نفسه على قناعة تامة وراسخة من إجراء أي تغيير على نفسه بنفسه، وعليه حافظين الود مع الماضي النضالي الذي حقق ما حقق من إنجازات وثمار أهمهما الاستقلال الوطني. يجب أن نعد العدة بكل الجد للقضاء على الهدف لاستكمال معاني وقيم الاستقلال دون إضاعة الزمن في انتظار جود التغيير على يد النظام. علي ورما حرر سلكون والقى
بهذا نكون قد وصلنا إلى آخر فقراتنا لهذا اليوم. مستمعين الكرام، نشكر لكم حسن المتابعة والاستماع. يمكنكم التواصل معنا عبر الإيميل، وأن تستمعوا إلى حلقاتنا عبر اليوتيوب والمشاركة في صفحاتنا على الفيسبوك. هذا واستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.